ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنبدأ درس جديد Editable Poly Test 3D Max وإيديت بس بلندر. يلا بينا. في 3D Max هنبدأ برضو ببوكس. احنا عندنا لما احنا بنحول الأوبجكت لإديتابل بولي، لما بنيجي بنشوف السليكشن، احنا عندنا الفيرتكس وعندنا الإيدج وعندنا البوردر وعندنا البوليجون وعندنا الإليمنت. طبعا دي أعتقد إنها جينيريك انفورميشن. الفيرتكس اللي هي الدوت، والإيدج اللي هي الإيدج بتاع البوليجون، والبوردر مش هيبان غير لما يكون فيه سبيس زي كده ياخد البوردر كلها مرة واحدة. والفيسز اللي هي في الماكس بوليجون اللي هو البوليجون الواحد، والإليمنت الأوفر أول شيب. أي حاجة كونكتد مع الشيب ده هتتمسك أول ما ندوس على الإليمنت. طيب في البلندر الموضوع مختلف شوية، مش كتير بس يعني كانت من ضمن الصعوبات اللي واجهتها لما جيت حولت من الماكس للبلندر. كانت الإيديت كانت الإيديت بس لأن ما فيش هنا إيديت بولي. فزي ما احنا عرفنا إن احنا ندوس تاب فبنبقى في الإيديت مود، وعندنا برضو نفس الثلاث اختصارات. ال عندنا الفيرتكس وعندنا الإيدج وعندنا الفيس. اوكي تمام. ما عندناش حاجتين زي ما كانوا موجودين في الماكس، احنا هنا شايفينهم في 3 بس. بالمناسبة الاختصار بتاعهم 1 2 و3، 1 2 و3. في الماكس برضه نفس الاختيارات 1 و2 و3، بس في الماكس فيه 4 و5، لكن في البلندر 1 و2 و3. طيب أنا دلوقتي لو عايز أمسك الأوفر أول زي مثلا البوليجون، في شورت كات اللي هو كنترول ال. لو أنا واقف على فيس وعايز أمسك البوليجون الاليمنت كله، بدوس كنترول ال بيمسك البوليجون كله، اكني بالظبط دايس 4 تقريبا في ال 3 ماكس. طيب بالنسبه بالنسبه للبوردر، عشان انا هنا برضو ما عنديش بوردر، بروح على الايدج اللي هي 2، بدوس على على الايدج وبدوس الت وبدوس على اي ايدج تاني، او ممكن ادوس الت اصلا وادوس على الايدج هياخد لي البوردر كلها كامله حته واحده زي الماكس بالظبط. في حاجه برضو عايز اشرحها بسرعه. هو النهارده انا بس بشرح الجزء البسيطه دي. انا في حاجه تانية عايز اوضحها، ان انت تتحرك بين الواير فريم والشيدد مود والماتيريال مود. عندنا في البلندر الشورت كات او السلكشن عندنا دي هنا. في الغالب الزرار دي هتلاقوها عندكم فوق، هتبقى موجوده هنا. او دوسوا هنا كليك يمين وعملته هيدر وخليتها فليب تو توب، هي مكانها هيبقى موجود هنا في المكان ده. انا عشان بحب دايما الجزء اللي فوق يبقى فاضي عندي، فانا ايه بخلي الهيدر دايما تحت. فده الواير فريم، وده هيساعد دايما لما تيجوا تمسكوا، لما تيجوا تعملوا سيلكت الشورت كات بتاع بي. لما تيجوا تعملوا سيلكت، لو احنا مثلا على الفيرتكس، لو انا مثلا الاكس وجيت اعمل سيلكت من الاكس ودوت جي وحركت، عشان انا في الواير فريم فهو خد الباك بيس معايا. طيب لو انا مش في الواير فريم، يعني لو انا في الشيدد مود وجيت عملت بي وامسك الفيرتكس اللي فوق دوت جي مثلا، بس ماسكهم. لو انا جيت في الشيدد مود وعملت سيلكت ودوست جي، اللي هيحصل هنا ان هو بيجنور
الback face لإن هو ما شافهمش في في الshaded mode لكن هو بيشوفهم في الwireframe. طبعًا في الwireframe لو أنا مسكت الshape عشان أتحرك بس ما يبقاش straight. لو أنا مسكت الshape من الX من الY من أي زاوية لو عملت select هيمسك لي الshape كله over كله. طيب دول ليهم shortcut؟ ليهم shortcut لإن إحنا لسه عندنا ده الwireframe وده الshaded mode وده الmaterial mode في حالة لو في material. يعني أنا دلوقتي لو حطيت material كده ده مش شرح للmaterial بس حاجة كده يعني إيه عشان بس نشوف الفرق. لو أنا حطيت material هيبان لونها هنا، لكن أنا لو رجعت للshaded mode هيرجع للون العادي اللي هو في الغالب بيبقى أبيض. في الmaterial بنشوف الmaterial وبنشوف الtexture كمان لو موجودة. وعندنا الrender طبعًا عندنا هو طبعًا بييجي باللون ده لإن أنا عامل system في shader editor يعني عامل material للenvironment ثابتة معايا طول الوقت. هي HDR setup system برضه هابقى أشرحها في وقت يعني في وقت تاني لمّا ندخل في المرحلة بتاعة الlighting. عشان كده هي عاملة كده، لكن هي في الغالب الrender لو ما فيش أي light معايا في الscene لو ما فيش أي light معايا في الscene مش هاشوف. لو رجعت للshaded عادي خالص. في الغالب الrender mode إحنا دايمًا بنكون لمّا تيجي تشوفه تعالَ نرجع ده للtimeline تاني. إحنا لمّا بنكون في الrender mode آآ أنا يعني الحاجات دي موجودة على النت، يعني الناس لو حد عايز يشوف الinterface عمومًا بتاعة الblender يقدر إن هو يخش على اليوتيوب ويجيب tutorial للموضوع ده. أنا يعني مش حابب إن أنا أشرح حاجة فيه، أنا بس باوضّح الفروق بين اللي بيتحرك من الMax الblender. الحاجات اللي دايمًا في الغالب هتقف قدّامه أو هيتعب على ما يلاقي لها حلول، لإن هي مش واضحة أوي، لإن اللي بيدخل بيذاكر blender هو خلاص بيfocus على الblender بيavoid بقى أي حاجة تانية، هو مش مهم، هو خلاص خد الroute إن هو هيتعامل جواه. فعشان كده أنا عامل السلسلة دي. إحنا الrender عندنا دايمًا بيبدأ بED ده real time rendering يعني مش زي cycles ده حاجة كده عاملة زي V-Ray، Corona الnoise كتير ويبدأ إن هو يعمل لها calculate لحد ما يحسب حسابات الصورة الكاملة. في حاجة كمان عايز أشرحها الshading في الblender مش لازم الزراير اللي تحت دي، في shortcut أنا لو دوست Z هيجيب لي الmenu دي هيفتحها لي وفيها أرقام. يعني هي غير إن هي فيها إن أنا أقدر أدوس على أي واحدة لإن مثلًا wireframe هي فيها أرقام، فأنا لو دوست مثلًا Z6 في الcalculator هيجيب لي الsolid، لو دوست Z8 هيجيب لي الrender، لو جبت Z2 هيجيب لي الmaterial بريفيو وهكذا. يعني ممكن تيجي من هنا، ممكن تيجي من الshortcut، ممكن تيجي من أكتر من مكان. وده الصراحة من أكتر الحاجات اللي عجبتني في الblender إن هو يعني دي أكتر من طريقة إن أنت توصل لنفس النتيجة. عندنا في الblender حلو بقى عندنا في الblender لو أنا جيت عملت cube لو أنا عايز أعمل له copy بادوس shift D بيعمل copy للcube. طيب في الMax موجود نفس الموضوع بيبقى shift D هنروح له دلوقتي، لكن ده بيكون copy عادي. يعني أنا لو جيت هنا عملت edit ومسكت الvertex وحركته الجزء الcube التاني ما بيتأثرش. طب إمتى يتأثر؟ يتأثر في حالة لو أنا لمّا جيت عملت الcopy قمت عامل alt D بيعمل instance. لو أنا جيت هنا دوست tab وجيت حركت الedge ده هالاقي الedge التاني بيتحرك معايا عادي خالص. عشان اللي على الشمال ده instance واللي على اليمين ده copy عادي خالص.
نروح للMax ونشوف الكلام اللي إحنا عملناه ده. زي ما شرحنا في الshading mode الMax الموضوع مختلف مش كتير، بدل ما هو بيبقى تحت، إحنا عندنا هنا الshading mode الأغلب الأكتر بيبقى من هنا، يعني هنا ده بيبقى الdefault shading وده الfaces لو أنت عندك texture عايز تشوكها، وده بيبقى bounding box ده بيبقى whatever، يعني أنا لو جيت عملت keyboard هاوريه لكم لمّا بيبقى shape وجيت عملت default shading وجيت عملت ده كده، وجيت عملت الshaded mode bounding box هيحوّل لي كل حاجة box، وده بيبقى كويس لإن لمّا بيبقى عندنا scene ضخم وليكن مثلًا أنت عندك compound كامل، الMax يقدر يشيل compound عادي ومش هيعمل crash مش زي مش زي blender، يمكن دي نقطة ضعف blender الوحيدة إن هو ما بيقدرش يشيل ملفات ضخمة بحجم كبير، بيعمل crash على طول لو الجهاز ما قدرش إن هو يsupport معاك already بيcollapse. لكن الMax لأ، الMax بيقدر إن هو يhandle الملفات الكبيرة بالكيلومتر كمان، يعني بيوصل مش بس سنتي ومليمتر لأ، كيلومتر تمام بيكمّل معاك، يعني تقدر تعمل عليه مدينة كاملة للbounding box، وده بيبقى سهل لإن هو بيسرّع الviewport بحيث لو أنت عندك كاميرا مثلًا وعايز تحطها وتحرّكها، لإن أنا لو جيت هنا عملت كاميرا، الكاميرا بتبقى معايا مش box، بتبقى معايا شكلها الكاميرا العادية خالص، فأنا أقدر إن أنا ساعتها إن أنا أحرّك، لإن أنا وقت ما باقف بس عند الbounding box بيبدأ يظهر لي hologram الshape اللي جوّه معايا شكله عامل إزاي، فبيبقى عندي background إن هو أنا تمام أوكي هاحرّك الكاميرا من نقطة A لنقطة B وبعد كده هاتحرّك للنقطة C وهكذا، فبيبقى الموضوع أسهل بالviewport وبيبقى أسرع. flat color طبعًا باينة من اسمها إن هو بيخلّي الcolor flat من غير shape، يعني أكِن ما فيش أي light في الscene أو الlight overall، يعني ما فيش أي shadow. وclay mode ده clay mode بيخلّي الألوان موحّدة بشكل K إن الصلصال، اللي هو عشان لو أنت عايز تشوف الشكل العام عندك بالعادي بالdefault بتبقى واخدة أكتر من لون، وأنت عايز تشوف الsilhouette عايز تشوف التخيُّل بتاع المنظر هيبقى عامل إزاي، فأنت بتروح لclay mode بيوريها لك بشكل أفضل، والshadow برضه بيبقى فيه نسبة بسيطة أوي من الshadow بتاع الclay بيبقى أحسن من الshadow بتاع العادي بتاع الdefault shading mode. والstylized يعني شوية art ما حدش أعتقد بيستخدمه، يعني في بعض الناس طبعًا بتستخدمه، بس أنا عن نفسي ما باستخدموش كتير، اللي هو بيخلّي لك الviewport شبه ال قلم الفحم، اللي هو الرسم الفحم. وفي color pencil اللي هو أكنها ألوان مَيّة، وفي ink طبعًا باين من اسمه إن هو حبر، بس أنا مش شايفه حبر، أنا باشوفه أكتر toning، لإن أنت لو جيت عملت zoom in على حاجة فيها roundness زي الkeyboard هتلاقي إن في أكنك شايف الصورة 8 bit channel، يعني مش شايفها 16 والّا 32 لأ، تحسها 8 bit channel كده، فتحسه أكتر هو tone mode كأنه كرتون، ده بالنسبة للink. وفي الcolor ink بيضيف للedge أسود برضه أكنه حبر على اللون. وفي acrylic ده طبعًا يعني معظم بتوع الهندسة مدمنين الجزء ده، وفي الpastel طبعًا باينة الألوان الpastel، وفي الtech يعني هي كلها حاجات عشان تخلّيك تشوف الscene حسب ما أنت بتبنيه بشكل أفضل يخدم الموضوع بتاعك قبل ما تدوس زرار render، لإن الrender في الMax ما فيش real time rendering، أنت بتروح يا إما عندك بقى Gray، عندك Corona، عندك Redshift، عندك Octane، كل دول physical render كويسين جدًا، ويقدروا إن هم يدّوك نتايج. بالنسبة للجزء بتاع cloning الcopy في الMax بيبقى بالshift، بادوس shift وباحرّك،
وبيجيب لي الclone option. فهو عنده الcopy والinstance والreference. لو أنا خليتها copy وجيت ضفت edit boolean للshape ده، خلينا نغير علامهم برضه تاني، وجيت عملت edit boolean للshape ده وحركت الpolygon مش هتتحرش معايا. لكن لو أنا جيت خليته خدت منه كده هيجيب لي نفس الرسالة، لو خليته instance وجيت حركت الinstance عمومًا بيحرك الA أو الB، يعني سواء ده هيحرك ده ولو رحت للتاني الedit mode هيحرك ده. بس keep in mind حاجة مهمة أوي، لو أنا جيت عند واحد فيهم وعملت له هو لوحده convert to editable poly كده خلاص اتك، كده ما بقاش instance، كده ما بقاش يرمي على التاني ولا التاني يرمي عليه، كده خلاص ده بقى مستقل وده بقى مستقل بذاته. تعمل في الnumber of copy العدد اللي أنت عايزه، موجود برضه في البلندر اسمه في modifier اسمه array بيعمل نفس الموضوع ده، بس هنا بيتعمل أسرع، يعني لو خلاص أنت مجرد ما عملت الcopy بقى أنت بقى عندك الshapes بالعدد اللي أنت عايزه، وتقدر إن أنت تغيّر فيهم زي ما أنت عايز، لو أنت مثلًا كاتب الكوريدور أو حاجة محتاج إن أنت تعمل منها copy وفي نفس الوقت إن أنت تبدأ. يعني زي كده فبيبقى الموضوع بسيط وسهل. ده كده بالنسبة الclone. كده إحنا شُفنا الcopy، ده كده بالنسبة للinstance. طيب إحنا عندنا حاجة تانية اسمها clone، إيه الفرق بين الinstance والclone؟ ببساطة أنا لو جيت خدت من ده copy كده، كان موجود في الاختيارات حاجة اسمها reference، وهاخد منه copy تاني ورا كده، هاخليه instance، يبقى كده ده instance وده reference، وعشان نبقى عارفينهم خلينا نغيّرهم. من ضمن الشورتات المهمة في الMax لو أنا عايز أعمل isolation الselection بادوس Alt Q بيمسك لي الجزء بس اللي أنا ماسكه. تمام. دلوقتي لو أنا جيت عملت لل خلّيني آخد ده كده جنبه instance، تمام. لو أنا جيت دلوقتي عملت لده حطيت له modifier زي مش smooth إن هو ينعم، هالاقي إن اللي معمول له instance اتحط له نفس الmodifier، لكن اللي معمول له clone الmodifier ما نزلش. طب هل أنا لو جيت غيّرت هنا هيتغيّر؟ هيتغيّر. يبقى الcloning بيعمل copy لنفس الshape بس ما بيضيفش الmodifier